بقول لك ايه رأيك في البلكونة دي؟ حلو مش كده؟ اهي البلكونة دي موجودة في بيت هيغير شكل الامارات في السنين الجاية، لان ده بيت المستقبل. البيت ده صممه 2 معماريين ألمان وكسبوا بيه المركز الأول في مسابقة بيت المستقبل اللي الإمارات بتعملها كل سنة علشان تلاقي أحسن بيت يناسبهم، وسموه بيت الأفنية. طب إيه بقى المميز في البيت ده علشان يكسب المركز الأول؟ واحد، وده باين من الاسم، بيت الأفنية. هما هنا مش عملوا فناء واحد، لأ دول عملوا 3، لأنهم شايفين إن دي أفضل طريقة ممكن يبنوا بيها في الدول الحر، لأن الفناء بينظم الحرارة زي ما قلت لكم كتير قبل كده. 2، غطوا الواجهة كلها بطوب مفرغ علشان يقوم بنفس الدور اللي كانت بتعمله المشربيات القديمة، يدخل إضاءة تهوية من غير ما يجرح الخصوصية، فتقدر تقعد في البلكونة براحتك كده من غير ما حد يشوفك. 3، الطوب اللي استخدموه معمول كله من مواد طبيعية موجودة في الإمارات، فهيبقى متوفر دايما وسعره رخيص. 4، ودي مهمة قوي، انهم استخدموا التكنولوجيا في انهم يقللوا الرطوبه في الهواء عن طريق اجهزه معينه بتحول الرطوبه لميه ممكن بعد كده يستخدموها في الري. كمان عملوا خلايا شمسيه فوق البيت علشان تولد كهرباء. من الاخر هم عرفوا يعملوا توليفه كده بين الافكار القديمه والتكنولوجيا الحديثه علشان يطلعوا احسن بيت يناسب الامارات. علشان كده خد المركز الاول في المسابقه وكسب 140 الف يورو، وبصراحه يستاهل. ولا انتوا شايفين ايه؟ استنوا باقي المراكز.